ونحن لا نتدخل في أشياء إذا كنا نستخدم حرية، يعني حتى المثليين لهم حريتهم. فإذا لم يؤذوا الناس وإذا لم يقوموا ببلبلة في المجتمع فيعني لا سبيل لأي أحد له. ونحن ديننا الإسلامي يعني يحتم علينا يعني ألا نعادي أحدا ولو كان كافرا. توقعت منك كل شيء إلا هذه يا ابن الشاوية، يا ابن بلدة فيها المجاهدون وخرج منها المرابطون، علمت أبناء المغرب الشهامة وضربت أمثلة في الرجولة والفحولة. تقف مع بقية قوم لوط. كنت أقول هنيئا لك بالعلمانيين، هنيئا لك باليساريين، ترضيهم ليل نهار، هنيئا لك بالملاحدة، لكن أن تقف في صف قوم لوط وتدافع عنهم إنها لإحدى الكبر. قوم جعل الله تبارك وتعالى عذابهم حجارة من سجيل منضود، وقال ربنا وما هي من الظالمين ببعيد. ما هي بعيدة عن كل من دخل في هذا الأمر أو ناوأه أو ساعده أو عضده أو دافع عنه. ما هي هذا العذاب، هذه الحجارة التي أمطر بها قوم لوط، ما هي من الظالمين ببعيد. والذين سكتوا عن الإنكار كزوجة لوط أتاها العذاب وكانت من الغابرين، فكيف بأمثالك الذين يدافعون ويقولون لا بأس ونقف معهم ولا نعارضهم ما لم يؤذوننا. تقف مع مخطط صهيوني ماسوني يريد القضاء على منظومة الأسرة. أي علم هذا؟ والله خير منه لو جهلت. أي علم هذا الذي أدى بك إلى مثل هذا؟ يا حامل القرآن كما تدعي، رب حامل للقرآن والقرآن يلعنه، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، فبأي آلاء ربك تتمارى. احذر، فإذا رأيت حامل القرآن في النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا. وأسفي عليك، عنادك، جحودك، صراعك، إصرارك على جهلك في الشريعة سيودي بك إلى مهالك وإلى مصائب. وما كنت أظن أن تدافع عن بقية قوم لوط. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن كان هذا العلم سيؤدي بك إلى مثل هذا فبئس العلم وبئس حامله. جهلت فعاديت العلوم وأهلها، كذلك يعادي العلم من هو جاهله. ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. اللهم عافنا ولا تبتلنا.